ناس كتير ما حستش انها اختارت حياتها، وفي نفس الوقت في ناس كتير برضو ما حستش انه حياتها اتفرضت عليها. الحياة مشت والناس مشت معاها. انا آية مصطفى، وتعالوا نفكر قبل ما نقرر. الفكرة كلها بتكون في انه ما بيحصلش موقف كبير يخليك تحس ان ياه ده الحاجة الفلانية اتفرضت عليا انا مش قادر، ولا بتبقى انه حصل موقف برضو يثبت لك ان انت اخترت حاجة معينة. هي ببساطة بجد شديدة جدا جدا، الحياة بتبقى مشت حياة ستيبل ثابتة واضحة طبيعية ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش اي اسئلة، ما فيهاش اي حوارات. فمشت وانت مشيت معاها من غير ما تسأل، من غير ما تفكر، من غير ما تقعد كده تشوف هي الدنيا ماشية ازاي. هو ده اللي بيخلق هذا الإحساس. فإحنا في الحلقة بتاعت النهاردة إحنا هنستكشف أكتر ال- شعور الاستقرار ده والثبات ده، هو بيجي منين وبيجي ازاي، و... وازاي نعرف إذا كان إحنا اتفرض علينا حاجة أو إحنا ما اخترناش حاجة، أو ببساطة إحنا ما سألناش الأسئلة الصح. ده اللي إحنا هنبص عليه النهاردة. أغلب الناس اللي حاسة إن حياتها مش ليها ما كانوش ناس متهورين خالص، ما كانوا ناس التزمت، ناس كانت بتمشي على القواعد جدا جدا، ناس كانت بتحاول قدر المستطاع ان حياتها تكون مستقرة لحد كبير. مع الوقت اتحول الالتزام بتاعهم ده لحاجة، اقولها ازاي، لحاجة ما اتسألتش. بمعنى انه ما بقوش بيسأل، من كتر ما الموضوع بقى روتيني جدا وبقى طبيعي جدا بالنسبة لهم، هم بقوش بيسألوا نفسهم إذا كان الالتزام ده هو حاجة هم اختاروها فعلا ولا لأ. هل الالتزام ده هم حاجة فعلا اوكي وافقوا عليها خيط الختم فبقت تمام، ولا لأ هي مجرد حاجة عدت عليهم فتمام ماشي، حياة ماشية اوكي، التزام ماشي، محتاج اسمع الكلام ماشي اوكي، محتاج اعمل حاجة فلانية ماشي. فساعات احنا بنقول ماشي من غير ما نبقى فكرنا فعلا هل الحاجة دي هي فعلا حاجة احنا اخترناها ولا لأ. فالنوع ده من من الاستقرار هو هو مش بيبقى اختيار، هو بيبقى مجرد استمرار للحياة وللوتيرة اللي الواحد عايش بيها. الجملة دي على قد ما تبان بسيطة، على قد ما هي الاستقرار اللي من النوع ده مش بيبقى اختيار، هو بيبقى استمرار للحياة من غير تفكير حقيقي فيها وفي تفاصيلها. الاستقرار اللي من النوع ده اسمه استقرار مستعار أو borrowed stability، مش لأن انت أخدته من حد أو لأن حد خده منك أو لأنك ضعيف أو لأنك مش قادر، أو هي ملهاش علاقة بأي حاجة من الحاجات دي، على قد ما هي ليها علاقة بأنه الاستقرار ده احنا مش متأكدين ان هو استقرار حقيقي، لان ببساطة انت ما سألتش نفسك، انت ما قعدتش مع نفسك كده وتأكدت انه الموجة الهادية الجميلة اللي انت عايش فيها دي هي فعلا اختيارك، فعلا الحاجة اللي انت عايزها. انت ببساطة شديدة جدا انت موجود دلوقتي في الحتة اللي انت فيها عشان هو ده اللي كان موجود. ببساطة شديدة جدا انت ببساطة اخترت اللي كان موجود واللي كان سهل وقلت يلا بينا ماشي، لكن ما سألتش نفسك سؤال حقيقي، هل فعلا الاستقرار ده او حالة الترانكويليتي او الثبات اللي انا فيها دي هو ثبات انا فعلا مختاره، انا فعلا اتأكدت ان هو حقيقي ولا لا. فعشان كده هو مستعار.
لأنه أي حاجة احنا مش متأكدين من أحقيتها هي مش حقيقية، فهي احنا مستلفينها بس شوية كده لحد ما نشوف والله هذا الثبات، هذا الثبات هو فعلا حقيقي وأنا مختاره فعلا ولا لأ. جزء كبير من الاستقرار اللي احنا عايشينه أو فاكرين إن احنا اخترناه أو أيا كان، هو راجع بشكل كبير للتوقعات الموروثة أو ال inherited expectations. ال inherited expectations دي بتكون من المجتمع، بتكون من البيت، من الأسرة، بتكون من الأب، من الأم، بتكون من الصحاب، بتكون من أي حد من المجتمع عامة، الزملاء، الشغل، المدرسة، الجامعة، أيا كان. والمشكلة هنا مش في التوقعات، إنه ساعات احنا ما بنكونش حاطين التوقعات بتاعتهم دي كمرجع رئيسي وأساسي لحياتنا، مش شرط، ولكن ساعات كده من غير ما ناخد بالنا احنا بنبقى عايشين جوه التوقعات دي. يعني مش بنبقى حاطينها على أساس إنها جول أو هدف احنا عايزين نوصله، على قد ما هي بتبقى موجودة في عقلك اللاواعي. أصلا أنا ما ينفعش أسافر عشان أنا بنت، أصلا أنا ما ينفعش أركب موتوسيكل مثلا عشان المجتمع هيقول عليا ايه، أصلا أنا ما ينفعش ألعب باليه لأن ازاي أكون راجل مثلا وبحب إن أنا ألعب باليه، ما ينفعش إن أنا أبقى شاطر في الطبيخ وفي المطبخ، الرجالة هتقول عليا ايه. فبيبقى فيه الستيريوتايبس دي اللي ساعات بتخلي الاستقرار بتاعنا له شكل معين. يعني راجل مثلا يختار ان هو يشتغل شغلانة المعروف عنها انها ذكورية، زي مثلا شخص بتاع ديليفري مثلا، المتعارف عليه انها شغلانة ذكورية، مع ان هو الراجل ميوله ان هو نفسه يلعب مزيكا ونفسه ان هو يلعب جيتار في حفلاته، ده نفسه، بس المجتمع هيشوف ان هو حد فاشل، ان هو مش بيعرف يدخل فلوس كل شهر و فبالتالي هو استسلم للاستقرار بتاع انه والله اوكي شغلانه بدخل فلوس كل شهر ومريح دماغي. ف... فهي دي انه ده ال inherited expectations اللي كنت بقولك عليه، انه توقعات هي موروثة، توقعات موجودة في المجتمع بشكل عام، واحنا بنعيش جواها ساعات من غير ما ناخد بالنا ان احنا عايشين جواها، من غير ما ناخد بالنا انها مأثرة على قراراتنا واختياراتنا، بس هي بتكون موجودة. وعشان كده مهم ان احنا دايما نسأل، نتأكد انه هل ده فعلا اللي انا عايزه، ولا انا عايش جوه اطار معين الناس اللي حواليا رسمينها لي. و- وهل الناس اللي حواليا رسمينه ده مش شرط يكون غلط على فكرة، يعني مش شرط يكون وحش ومش شرط يكون غلط ومش شرط يكون حاجة مش مظبوطة او حاجة انا مش عايزها، ممكن يبقى عادي حاجة انا عايزها وحاجة انا تمام معاها. بس مهم ان انا اسأل واقعد مع نفسي وافكر، هل فعلا ده اللي انا عايزه ولا لا؟ هل فعلا هو ده اللي مخليني مبسوط ومرتاح وراضي ولا لا؟ ولا انا احب ان انا اجرب حاجة تانية، اجرب حاجة جديدة، اشوف ممكن اعمل ايه. ف... فهي دي بس الفكرة، ان احنا ناخد بالنا من حتة ال expectations اللي بتبقى موجودة من المجتمع، وازاي احنا بنتفاعل معاها، وازاي احنا بندخلها حياتنا او بنخرجها، وازاي اختياراتنا وقراراتنا هي بتتشكل من خلال التوقعات دي. اللي بيحصل ده نادرا ما بيخليك تاخد قرار واضح، هو دايما بيكون امتثال هادي للمجتمع ولكل حاجة حواليك. الانجليش تيرم بتاعه هو يعني quiet compliance، هو الامتثال الهادي، هو ما فيهوش دوشة كتير، هو ما فيهوش انت مش بترفض ومش بتقبل برضه، يعني لا انت رافض هذه التوقعات ولا انت قابلها، وده اللي بيخليك
تمشي مع الحياة لذيذة والدنيا جميلة والدنيا تمام، فأنا بمشي مع الحياة. ولكن بيفضل دايما السؤال متأجل، هل ده فعلا عايزه ولا لأ؟ هل ده فعلا اللي يرضيني أنا ويرضي شغفي ويرضي طموحي ولا لأ؟ فهي بس الفكرة بتيجي هنا إن احنا نتأكد إنه ال inherited expectations دي احنا فاهمينها واحنا واعيين ليها واحنا عارفين مكانها فين في حياتنا وعارفين احنا بنطبقها ازاي بنعيشها ازاي، ودايما واعيين وعايشين الحياة باختياراتنا احنا ومدركين ده. الاستقرار اللي من النوع ده اللي مبني على ال inherited expectations واللي مبني على ال compliance الهادي اللي مبني على كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي هو مش غلط. ال ال الحاجة او يعني مش عايزة اقول الغلط، بس التحدي بيبقى دايما ان احنا بننسى نتأكد انه ده اللي انا محتاجه فعلا، ان هل ده اللي انا عايزه فعلا، هل ده اللي انا بفكر فيه فعلا، هل ده اللي يفرق معايا فعلا، هل ده شكل حياتي اللي انا عايز اعيشها فعلا ولا لا. هي دايما الفكرة ان احنا لما الحياة بتبقى ماشية ورايقة ولذيذة وفي فلوس داخلة والدنيا تمام والعلاقات تمام والأسرة تمام والصحاب تمام والدنيا حلوة، فاحنا طب انا هوجع دماغي ليه؟ انا بصدق باخد ساعتين فاضيين اتفرج على ماتش كورة ولا اروح اعمل شوبينج ولا ايا كان انا هعمل ايه عشان اريح دماغي، وانتي جايه تقولي لي فكري واعملي. فهي بس بتبقى في دي انه لما بنسيب الامور تمط كتير، ولما بنفضل نأجل الأسئلة اللي المفروض نسألها، ساعتها بنلاقي نفسنا ممكن نكون عشنا حياة لو كنا واعيين شوية ما كناش هنختار أجزاء كبيرة جدا منها. كانت في حاجات كتير هتتغير، حتى لو كانتش كتير بس ممكن تفاصيل صغيرة كانت هتتغير، حاجات معينة كانت هتتغير، حاجات يمكن كانت هتفرق وحاجات يمكن لأ. بس العمر بيعدي والدنيا بتجري، مهم ان احنا نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه وواعيين لحياتنا، لانه الوقت اللي بيعدي هو مش هيرجع تاني، وكل قرار احنا بناخده وكل يوم احنا بنعديه هو خلاص عدى. ف... فبالتالي مهم بس ان احنا نخلي قعدنا مع نفسنا أولوية، وان احنا نفكر أولوية، وان احنا نركز في كل الحاجات الصغيرة، وان احنا نتأكد ان احنا واعيين لكل التفاصيل علشان ما نلاقيش نفسنا صحينا كده بعد 5 6 سنين واكتشفنا ان احنا في مكان مش هو ده اللي احنا كنا عايزينه، مش هو ده اللي احنا كنا عايزين نحققه. فبالتالي بنبدأ نحس بقى بالذنب وانه يا لهوي ده سنين ضاعت وهنعمل ايه وليه إيه اللي جابني لحد هنا. فالفيديو ده مش الغرض منه خالص الاحساس بالذنب ولا ان انت تبدأ تراجع كل قرار صغير وكل حاجة بسيطة، يعني مش كده. على قد ما الهدف من الفيديو ده هو ان انت تاخد نفسك وانه اوكي هو انا واقف فين، انا بعمل ايه، هل انا مستقر؟ طيب حلو، الاستقرار اللي انا فيه ده هو شكله عامل ازاي؟ هل هو مبني على التوقعات اللي المجتمع حاططها لي ولا هو مبني على حاجات انا فعلا مؤمن بيها وعايزها؟ طيب لو انا مش مستقر، طيب ايه الحاجات اللي ممكن تخليني مستقر؟ ايه اللي اقدر اعمله عشان ابقى مستقر؟ النوعية دي من الاسئلة هو اللي بيساعدك ان انت تعيش الحياة اللي انت نفسك ان انت تعيشها، واللي انت حاسس انه هتبقى يعني عشت حياتك كاملة متكاملة لما تكون فكرت فيها. فده ببساطة شديدة جدا جدا اللي كنت حابة اتكلم معاكم فيه النهاردة. مش كل حياة مستقرة مختارة، مش كل التزام كان اختيار واعي. اسعى اللي تستاهله مش اللي سهل توصل. اشوفكم الاسبوع الجاي.